السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، حلقة جديدة مع الفارس. طبعا انا هتكلم النهاردة على موضوع خطير جدا 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 اجهضته دولة قطر الشقيقة. مخطط رهيب كان في الاجندة الدولية الصهب. كملوا عشان الفيديو ما يتحذفش. تمام. ايه المخطط عشان ندخل في التفاصيل على طول ما اطولش عليكم. المخطط ان كاس العالم يتعمل في دولة عربية. طب ليه؟ مش غريبة دي انهم يعملوا كاس العالم في دولة عربية ويفرجوا العالم كله على الدولة العربية دي ويعرفوا يعني ايه الناس يوروا الناس العالم الثالث اللي بيقولوا عليه والكلام ده كله. غريبة صح؟ ما حدش استغرب؟ اكيد كله استغرب. طب ما حد سأل نفسه ليه؟ اكيد برضه اغلب الناس سألوا نفسهم ليه. بس انا النهاردة هقول لكم ليه بالتفصيل. طبعا قوم لوط منتشرين دلوقتي انتشار رهيب جدا جدا جدا، وطبعا طلع للنور. كان الاول كده خفيف خفيف، لا دلوقتي طلع للنور، بقوا اعلنوا عن نفسهم في كل مكان. العلم الحقير بتاعهم بقى بيتلبس في المطوشه الكبيره، بقى بيتلبس في مناسبات كتير جدا جدا. تمام. ولكن هم عايزين بقى ايه؟ عايزين يعلنوا او يعملوا افتتاح للقذاره بتاعتهم. فازاي بقى يعملوا الافتتاح ده؟ قال لك نعمله فين؟ نعمله عند الجماعه المسلمين اللي رافضين اصلا الموضوع. نطلق الصاروخ من عندهم، نديهم كاس العالم يعملوه عندهم، وبعد كده نروح عندهم بقى ايه؟ نقضيها مراجيح. ناخد كل الخواجات بتوعنا بقى ونقوم جايين طالعين على فين؟ على قطر بقى، ونلبس اعلام بقى ونخليها مليطه بقى، ونعمل شغل الخواجات كله فين؟ في الاستادات وفي الشوارع، ونفرج العالم كله. وبكده نطلع الجيل المسلم كله، العيال الصغيرين يتفرجوا على حاجه زي كده، وتبقى طلعت من عندهم وما تعرفش تقول لهم عيب. صح؟ صح؟ ولكن قطر الحرة، تميم العز، تميم المحترم، تميم اللي لو اخطأ طول عمره بقية حياته الموقف ده يشفع له، والله العظيم يشفع له. دي قطر عملت اللي ما كانش حد يعمله. دي الحمد لله ان احنا ما تقدمناش مثلا لكاس العالم واحنا اللي فزنا بتنظيمه، لان احنا كنا هنسيب الفحشاء دي. كان زمان مصر كلها دلوقتي عباره عن خواجات بس. كانت هتبقى مصيبه، كارثه. كنا ما كناش هنعرف نعرف عيالنا، نقول لهم ايه اللي بيحصل ده. اما يجي عيل يسالني يقول لي يا بابا يعني ايه، كنت ارد عليه اقول له ايه وافهمه ازاي. كانت هتبقى مصيبه، كانت هتبقى وصمه عار على كل مصري مدى الحياه الى يوم الدين. ولكن الحمد لله انها ما جاتش عندنا، جت عند قطر، جت عند تميم. الله اكبر، والله الله اكبر على قطر وعلى امير قطر وعلى الشعب القطري. ايه رايكم بقى في المخطط الحقير باختصار كده اللي كان هيتعمل علينا؟ دي كانت هتبقى مصيبه، كانت الهوية بالكامل هتضيع. انتوا كنتوا هتشوفوا يعني الراجل رجع الطيارة اللي عليها العلم. الراجل طرد كام وزيرة، اكتر من وزيرة، 3 وزيرات تقريبا علشان الموضوع ده. ما سمحش بأي حاجة من دي تحصل، ما سمحش بالخمور تتشرب، ما سمحش بأي حد يلبس العلم، ما سمحش. الراجل ما سمحش. ايه يا عم؟ ولكن انا عايز اقول برضو في لمسه كده، لمسه سحريه كده، ايه من طبعا امير القلوب يعني. ثقوا في كلامي، في يوم من الايام هتعرفوا الكلام ده. ابو تريكه عليه عامل كبير في الموضوع ده، واتحداكم ان كلامي مظبوط. امير القلوب محمد ابو تريكه عليه عامل كبير جدا في اللي حصل ده. طبعا انا مش بقلل من
من امير قطر ولا من لا 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 خالص. ما هو كان ممكن مليون زي ابو تريكه يقترحوا حاجه زي كده والراجل ما يوافقش وما ينفذش، يقول لك لا يا عم الحاج احنا في عصر العولمه والخوجنه والكلام ده كله، صح ولا غلط؟ فبجد يعني احنا ربنا نجانا، والله ربنا نجانا كمسلمين وكعرب من مخطط رهيب كان هيرمينا في الهلاك. ما كناش هنعرف نربي عيالنا. هو كده الجيل صعب جدا، ولكن احنا ما كناش هنقدر نرد على تساؤلاتهم. على فكره الديزني والكرتونات والكلام ده كله بقى مليان خواجات، خلي بالكم عشان تبقوا عارفين. يعني في ولد بيقول لبابا يا بابا انا شفت يا بابا 2 صبيان 2 ولاد بيبوسوا بعض من بقهم. ايه سامحوني بقى، انا هحاول على قد ما اقدر ان انا اقلل من فبابا قال له فين يا ابني الكلام ده؟ مسك الموبايل ما لقاش حاجه. قال له يا بابا والله انا شفت تاني. مسك الموبايل ما لقاش حاجه. فالراجل مخه اشتغل ما شاء الله، ذكي يعني. قال له طب امسك انت الموبايل وانا هبص من بعيد. وبالفعل في دلوقتي بيديك الاعلان ده، اعلان على فكره اللي الولد شافه ده اعلان. الاعلان بيكون على قد سنك على قد عمرك. فشوفوا بيعملوا ايه في اولادنا، خلي بالك. وابنك بيتفرج على اليوتيوب، خلي بالك كويس جدا وشوف هو بيتفرج على ايه وتابعه دايما وقول له انت اتفرجت على ايه، او انت حمله الحاجات اللي هيتفرج عليها، ما تخلوش هو يختار لنفسه. خلي بالكم احنا في زمن الخواجات دلوقتي اصبحوا يعني يحكمون العالم بجد والله مش كلام، هم اللي بيحكموا العالم دلوقتي. والمخطط لو يعتبر باظ في قطر فهو في مخطط تاني وفي اجنده تانيه. فاحنا عايزين نكون قطر الفتره اللي جايه. عايزين نكون ايه؟ قطر. ما احنا لما نقول بعد كده ان احنا عايزين نجهد او خليك قطر، خليك تميم. لو جبت ولد هسميه تميم علشان اللي هو عمله ده. بجد يا جماعه والله احنا كنا يعني احنا كنا في مصيبه، في كارثه. تخيلوا ان كاس العالم اللي كان هيبقى عباره عن لواط وقذاره وكل شيء تتخيلوه تحول لذكر نايك واذان ومشايخ ودعوه وصلاه محدش قدر يشرب ازازه بيره. قفلها بالضبه والمفتاح. فعايز اقول الحمد لله اول مره، خدوا بالكم وهذا يحسب لقطر، لاول مره نحبط مخطط عملوا الاخوه الاعداء. لاول مره اي مخطط بينفذوه، اي مخطط كل اللي عايزين يعملوه بيعملوه. اول مره وبقولها وانا عارف انا بقول ايه، اول مره نجهد مخطط هم عايزين يعملوه. ليه؟ علشان في راجل محترم تصدى لهذا. وتصدى ايه؟ ده تصدى بشده. ده الراجل ده كان لدرجه ان هو لو هيلغي كاس العالم كان هيلغيه، ما كانش هيسمح بيه على فكره. ده طرد ناس كتير ورجع ناس كتير ومنع حاجات كتير، فما كانش عنده كلفه تماما اطلاقا من انه يعمل اي شيء او يلغي حتى كاس العالم ده تماما. يقول له ياض يلا انت وهو من هنا. بجد دي حركه رجوله. ده راجل. قطر ستظل رمزا مدى الحياه. لو جينا نقارن قطر بالامارات هتعرفوا الفرق كويس جدا وهتعرفوا انا بتكلم في ايه. شوفوا الامارات وشوفوا قطر عملت ايه. الامارات فتحت ابوابها على مصراعيها لولاد العم، ولكن ما فيش حد منهم قدر ان هو يدخل قطر. حتى اللي حاول يخفي هويته ما قدرش. انسى حبيبي. زي ما انتوا عملتوا اجنده، لاول مره احنا كعرب بنعمل اجنده. تعالوا بقى نبص على جانب مضيء كمان. احنا طول عمرنا بنروح عندهم في كاس العالم او في اي مناسبه بيفحتونا. احنا عملنا فيهم ايه؟ السعوديه غلبت الارجنتين، تونس غلبت فرنسا،
امبارح الكاميرون غلبت البرازيل. الكلام ده اول مره يحصل يا جماعه. الكلام ده شوفوا لما جم عندنا احنا عملنا فيهم ايه. احنا طول عمرنا احنا بياخدونا عندهم، المره دي بقى احنا خدناهم ورا مصنع الكراسي. وخلي بالكم احنا لو مصدقين نفسنا احنا كنا خرجنا الناس دي بجد. يعني المانيا العجل الحمد لله، العجل روحوا، العجل اللي عملوا كده روحوا، اللي هم الخواجات الكبار روحوا الحمد لله بدري بدري. وباذن الله فرنسا هتحصلهم، لان فرنسا عجل زيهم برضه، العجل كتروا جدا. اظن الناس عارفه، انا عارفه يعني ايه عجل بقى، مش عايزين نوضح بقى ونقل ادبنا زي الناس اللي بتعمل عشان الاطفال بيتفرجوا والكلام ده. فاحنا نقدر نعمل كل حاجه، قدرنا نحبط المخطط بفضل الله، حصل، قدرنا نفوز عليهم، حصل. عايزين ايه تاني؟ صدقوا نفسكم يا جماعه، صدقوا نفسكم واقتنعوا بنفسكم، صدقوا نفسكم. انتوا محتاجين فقط تصدقوا نفسكم، والله احنا مش محتاجين اكتر من ان احنا نصدق نفسنا بس. لو صدقنا نفسنا فاحنا هنعمل كل شيء. لكن احنا المشكله ان احنا حاسين ان احنا العالم الثالث، واحنا ما نقدرش، واحنا ما عندناش الامكانيات، وهم اقوى مننا. هم اقوى منك ايه يا حبيبي؟ ما هو انت حاول يا بابا، انت حاول، انت ابدا، انت حصل ولا ما حصل اهو بالاثبات والادله بتكلم، ما بقولش لا، ده الراجل عمل، الدوله عملت، دوله قطر عملت بالفعل. مخطط رهيب ده ولا مش مخطط رهيب؟ مخطط رهيب. محدش في العالم، ممكن يكون حد ما كانش واخد باله، لكن بعد كلامي ده انت هتفكر وهتحسبها وهتعرف ان في اكتر من اللي انا بقوله كمان. انا بس مش عايز اطول على فكره، المفروض الموضوع ده اتكلم فيه مره واتنين، انا مش على قد الفيديو ده بس، لا ده في تفاصيل كتير انا هتكلم فيها، ولكن انا بس عايزك تشوف انت عملت ايه، انت اللي هو انت كعرب، انت كمسلم. ما هو قطر دي دولة عربية مسلمة، بدأوا، وان شاء الله البداية دي تكون بداية خير، وكلنا هنعمل زي قطر، ومفيش مخطط تاني يتعمل علينا، والناس دي مش هتفوز علينا تاني، ولا في كوره ولا في اي حاجة. ولكن على شرط لو صدقت نفسك، لو صدقت نفسك لما اول مرة يجوا على ارضنا نعمل فيهم كده. امال لو انت بقى خلاص حسيت من جواك ان انت بقى الموضوع اتعمل خلاص، انت بالفعل نفذت، يبقى اللي جاي احسن. يبقى اللي جاي ايه؟ يبقى اللي جاي احسن. صدق نفسك، انت مسلم، انت عربي، انت قوي. اقف قدام المرايه قول لنفسك كده. عارف عادل امام لما كان في فيلم النوم في العسل بيقول لك قدام المرايه قول انا راجل، انا راجل، اعمل كده، اعمل كده، انا مسلم، انا عزيز، انا عزيز، ما هو الاسلام عزه. فانت صدق نفسك، اقتنع انك تقدر تعمل كل شيء واي شيء، وانت صدقني هتعمل كل حاجه، هتعمل كل حاجه ان شاء الله، هنعمل كل حاجه. شابوه لقطر الحبيبه. انا يعني طبعا قطر انا كنت بحبها جدا، ولكن قطر اصبحت تملأ القلب، تملأ القلب. شابوه لقطر، شابوه لكل من منع هذه المهزلة أن تتم أو تحدث. شابوه لكل راجل حر ساعد في منع الفحشاء أن تدخل البلاد العربية من أوسع الأبواب، من أوسع الأبواب. الافتتاح كان هيبقى عندنا، افتتاح مركز الخواجات الكبير كان هيبقى عندنا، كانت هتبقى مصيبة، كانت هتبقى مصيبة، كنتش تقدر تتكلم. لما كنت تيجي تتكلم في أي شيء بعد كده يقول لك ده احنا الافتتاح كان عندكم، الافتتاح كان عندكم، ده انتوا اللي حاسبتوا على المشاريب. لكن بفضل الله، بفضل الله ما حصلش، ما حصلش.